باتصال جزاك الله خير. معي الدكتور محمد إبراهيم السعيدي، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور. ونحن نتحدث عن الاختلاط وخاصة الاختلاط في الجامعات. معي ضيفي الأستاذ عبد الله محمد الداود. أترك الحديث لكم وفقكم الله، تفضل. بارك الله فيك. أولا أحييك وأحيي الدكتور عبد الله الداود، كما أحيي أحبائنا المشاهدين في كل مكان. الأمر الآخر الذي أريد أن أتحدث فيه هو عدد من النقاط، إن سمح الوقت بأن أستوفيها كلها فالحمد لله، وإن لم يسمح فأوقفني متى شئت. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك. تفضل لك يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. النقطة الأولى هي أننا نجد في كثير من طروحاتنا حدة في الطرح وحدة في التعامل مع الكثير من المواقف الفكرية، وربما الفكرية التي تؤثر عمليا على حياتنا اليومية، مثل قضية الاختلاط. وهذه الحدة في تقديري هي جزء من الممانعة المجتمعية التي شرفني الله سبحانه وتعالى بأن أكون أحد دعاتها وأحد من كتب فيها. لكن هذه الممانعة وهذه الحدية في تقديري ينبغي ألا تشغلنا عن رؤية الجانب الجميل من صورة المرأة في بلادنا وصورة وضع التعليم في بلادنا، وهو ذات الجانب الذي جاءت هذه الحدية للدفاع عن بقائه كي لا تأتي الصورة القبيحة التي انتشرت في كثير من بلدان العالم. الجزء الآخر أو النقطة الأخرى التي أحب أن أتحدث عنها أننا في حواراتنا الفكرية والتي تعتني بالجوانب العملية كأننا مع من يخالفنا نتحدث من جزر متباعدة، أو كما يقال في بعض الأمثال الشعبية حوار الطرشان. مفهوم ذلك أو مثال ذلك أننا دائما نتحدث عن الاختلاط وعن أشياء كثيرة جدا ونقدم حججنا، ومع ذلك نجد أن الذين يخالفوننا يعيدوننا دائما إلى المربع الأول. فمثلا دائما نجد هناك سؤال يتكرر حتى بعد أحداث قضية جامعة نورة، ما زال السؤال يتكرر في التويتر وفي عدد من وسائل الإعلام، يقولون طيب المسعى والسوق والطواف، ابنوا هناك سور في المسعى، ابنوا سور في المطاف، ابنوا، مع أن هذه القضية وهذه الإشكالية سبق أن أجيب عنها من سنوات عدة. أنا شخصيا تكلمت عنها في قناة المستقلة سنة 1423 هذه القضية بالتفصيل، وتكلمت عن الفرق بين الاختلاط المقصود لذاته كالاختلاط في العمل والاختلاط في الدراسة والاختلاط في المجالس العامة والمجالس الخاصة، وبين الاختلاط غير المقصود لذاته كالاختلاط في السوق والاختلاط في المطاف والاختلاط في المسعى. لكنني أجد أن هنا هؤلاء الذين يعارضوننا كأنهم لا يقرؤون الحجج التي نتحدث بها، ولذلك لا يردون على هذه الحجج ويعيدوننا دائما إلى المربع الأول، أو أنهم يتعمدون إعادتنا إلى المربع الأول حتى نظل نردد نفس الحجة ولا نتقدم في الحوار. هذه في الحقيقة خلل ينبغي أن يعالج. يعني إلى متى نحن نتحدث وكأن بيننا جدران ونحن نتحدث، أو كأننا طرشان لا يستمع بعضنا الآخر؟ يجب عندما ندلي بحجة أن يستمع الآخر إلى حجتنا ويجيب عن حجتنا ثم ننتقل إلى قضية أخرى. نحن هذه القضية في حسم مهمة، هذه النقطة التي يتحدث عنها الآن مهمة جدا في حسم كثير من النقاشات التي تدور الآن، لا سيما في قضايا المرأة، في قضايا سفور المرأة، في قضايا سفر المرأة، في قضايا المحرم للمرأة، في قضية الاختلاط. هذه كلها دائما نتحدث عنها وكأننا لا يسمعنا أحد ونضطر إلى إعادة حججنا من جديد. والأسلم في ذلك يا دكتور، عفوا، والأسلم في ذلك، نعم، الأسلم في التعامل مع مثل هؤلاء الذين يعني سميتهم الطرشان. نعم، يعني هم حقيقة عمل كأنهم ليسوا هم الطرشان، كأننا نحن وهم طرشان، كل واحد يتكلم ولا يسمع للآخر. يعني ينبغي أن يسمعونا. يعني وأقول الأسلم في حقيقة الأمر أن يبعد أمثال هؤلاء
أو يبتعد أمثال هؤلاء عن الطريق. لأنك ما دمت أنت لا تستطيع أن تستوعب حجة الآخر، ولا تستطيع أن تنمو معه في الحوار وتتطور معه في المحاورة، ينبغي أن تبتعد عن الطريق. لأنني أعتقد أن الشخص الذي لا يتقدم معي في الحوار هو يتآمر على هذا الحوار. الذي لا يتقدم معي في حواري أنا في تقديري أنه يتآمر معي في هذا الحوار. من ضمن الأمثلة على هذه القضية، على قضية حوار الطرشان، أنهم ما زالوا يتحدثون معنا عن قضية الفتنة. قد أنتم أناس نسائيين دائما تنظرون إلى قضية الشهوة وقضية يعيدون نفس الكلام، ونحن نتحدث ونقابل هذا الكلام بإحصائيات وقصص من جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لا نجد من يستمع إلى هذه القصص ويرد على هذه الإحصائيات. أنا أتمنى، يعني هناك إحصائية نشرت قبل أيام عن إحدى البلاد العربية، للأسف معدل التي يشيع فيها الاختلاط طبعا في التعليم وفي العمل وفي كل شيء، نسبة أو معدل الأطفال اللقطاء يوميا 35 طفل لقيط في هذه الدولة. 35 طفل لقيط معناه أنهم يحصلون على 1300 لقيط شهريا تقريبا. معنى ذلك أنهم يحصلون على أكثر من 15,000 لقيط سنويا. معنى هذا أنهم يعدون الآن جيشا من اللقطاء في تلك البلاد. أنا كنت أتمنى أن يأتي أحد ويرد على هذه الإحصائية أو على أمثالها من الإحصائيات التي نتكلم عنها، ويقول هذه الإحصائية ليست علمية، هذه الإحصائية صادرة من مركز دراسات غير معتمد، أو لكننا لا نجد أحد يرد على هذه الإحصائيات، ثم يعيدوننا إلى القضية من جديد ويقولون أنتم تتحدثون عن الفتنة وتتحدثون عن الفتنة ولا يهمكم غير قضية المرأة أو جسد المرأة، تتحدثون عن جسد المرأة. طيب بما أنكم تتهموننا بهذه الطريقة بهذه الاتهامات، أناس لا نتحدث إلا عن جسد المرأة، جاوبونا عن التجارب العالمية التي نتحدث عنها في كل يوم وفي كل لقاء عن قضايا المرأة التي نتحدث عنها دوما. تفضل أستاذي. النقطة الثالثة يا دكتور. نعم، النقطة الثالثة، أعتقد يا أخي الكريم أن المملكة العربية السعودية في وقتنا الراهن ضربت رقما قياسيا في تعليم المرأة، وضربت رقما قياسيا في رفع الأمية عن المرأة، حتى أن بعض الإحصائيات تقول أن نسبة التعليم عند النساء في المملكة العربية السعودية وصلت إلى 95 أو 97%. هذه النسبة لم تصل إليها المرأة في دول سبقتنا بالتعليم بأكثر من 100 عام. يعني نضرب مثالا بالجمهورية العربية المصرية. مصر بدأ تعليم المرأة فيها في وقت مبكر جدا، يعني قبلنا بعقود من الزمن. مع ذلك نجد أن أمية المرأة في مصر تقارب 50%، وكل ذلك مصر مقر فيها الاختلاط سواء كان ذلك في التعليم أم العمل. المملكة العربية السعودية غير مقر فيها الاختلاط. إذا ما الحاجة الآن نحو الكتابة والدفع إلى الاختلاط؟ بما أننا استطعنا أن نصل إلى هذه الإحصائيات وهذه الأرقام المتقدمة دون اختلاط، لا أعلم ما هو الداعي لأن نصل، أو ما هو الداعي لأن يكتب البعض ويقول البعض ويتكلمون عن ضرورة الاختلاط سواء كان في عمل المرأة أو في دراسة المرأة. هذه هي النقطة الثالثة التي لدي. أريد أن أسمع منك النقطة الرابعة وأختم بها دكتور، معنا كلامك شيق الله يجزاك خير ومفيد جدا، ولكن عاد سامحني أعطني النقطة الرابعة الله يحفظك. أبدا، الله يحسن إليك وشكر الله لك. النقطة الرابعة يا أخي الكريم هو أننا لا نجد تجربة عالمية استطاعت المرأة أن تحقق فيها تميزا في الاختلاط. وسلبيات الاختلاط التي نتحدث عنها دائما لا نجد دولة استطاعت أن تتجنب سلبيات الاختلاط التي نتحدث عنها. فدائما الإنسان ينبغي أن يستفيد من التاريخ وينبغي أن يستفيد من تجارب الأمم الأخرى. فإذا أردتم أن تقنعونا بالاختلاط أو بجدوى الاختلاط بين الجنسين سواء كان ذلك في التعليم أم في العمل، ينبغي عليكم أن تقدموا لنا تجربة مجتمعية عالمية استطاعت أن تقدم المرأة فيها شيئا خالي من السلبيات.
النقطة الخامسة أحب أن لا أختم أو أن لا أنهي لقائي أحب مداخلتي هذه دونها، هي قضية الممانعة المجتمعية. يجب يا أخي الكريم أن نربي في المجتمع أن يكون هو الممانع على قيمه وأخلاقه ومعارفه وتراثه. الممانعة لا بد أن تبدأ من المجتمع. ليس من الضروري أن نطالب صاحب القرار أن يكون هو الممانع دائما دوننا. ينبغي أن تكون الممانعة هي التي تحمل صاحب القرار على أن يكون مؤيدا لما تريده الأمة وما يريده المجتمع. وأشكر لكم هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمد السعيد، جزاك الله خير على المداخلة الرائعة.